عمالين نبرر للأنانية ونقول أصل السيستم كده، أصل هي المعاملة إنجليزي، أصل هو كده الطريقة أمريكاني، كل واحد يحاسب لنفسه. بس السؤال هو إحنا من إمتى بقينا ناخد القيم بتاعتنا من الإنجليز ولا الأمريكان؟ المفروض إن إحنا مسلمين. السلام عليكم، أنا أحمد ودي حلقة جديدة من سلسلة علاجنا صورة. والنهاردة بإذن الله هنتكلم عن مشكلة الأنانية، وعلاجنا هيكون من صورة الإنسان. بقينا عمالين نحسبها بزيادة خالص، هدفع قد إيه اللي أنا هستفيده، إيه المصلحة اللي هتجيلي من الحاجة دي. في صورة الإنسان ربنا بيعرض لنا نموذج مختلف خالص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني بيعطوا الحاجة اللي هم محتاجينها وبيحبوها خالص، مش الحاجة اللي هم مش عايزينها. مش بيطلعوا اللبس القديم اللي عندهم، لأ، بيجيبوا أحسن حاجة هم حابينها ويتصدقوا بيها. تعالى بقى للأحسن، إن هما مش مستنين شكر من أي حد خالص، ولا فارق معاه اللي هما بيعملوه حد يعرفه أو لأ، مش شايفين غير ربنا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شايفين الآخرة، خايفين من ربنا. تعال نبص لأحسن ناس بعد الأنبياء وهم الصحابة. تعال نشوف عملوا إيه مع بعض في وقت الهجرة. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني بيقدموا غيرهم على حالهم حتى لو هم محتاجين الحاجة دي. سيدنا سعد بن الربيع قال لسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم الاتنين، قال له أنا هديلك نص فلوسي. يعني أنا مش بحكي لك قصة من الخيال، أنا بحكي لك قصة حصلت بجد. تخيل إن تقسم كل فلوسك ما بينك وما بين أخوك المسلم ويبقى من قلبك، لأن إحنا في الإسلام كلنا حاجة واحدة. حتى دعائنا في القرآن في أغلب الآيات بيبقى بصيغة الجمع، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني يا رب ادينا كلنا، مش اديني لوحدي بس. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول في الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، يعني كلنا حاجة واحدة. اللي يشتكي مننا في العراق، اللي في مصر يتوجع لوجعه. أنا مش بقول لك تعالى نغير العالم، بس بقول لك تعالى نعمل حاجة بسيطة يمكن تبقى سبب في إن إحنا ندخل الجنة وندوق نعيم ربنا. تعالى ناخد خطوة صغيرة، ولو في حاجة عندنا ممكن تبقى عزيزة علينا شوية، تعالى نجرب إن إحنا نطلعها لحد محتاجها من غير ما نعرف أي حد حوالينا. تعالى نرجع مفهوم إحنا ونبطل نقول أنا بس. فتعالى نرجع نقرأ سورة الإنسان ونقف عند وصف الأبرار ووصف الجنة، لعل وعسى إنها تطفي الأنانية اللي موجودة جوانا، ونبطل الثقافة بتاعت أصل النظام إنجليزي وأصل مصلحتي، ونرجع نفكر في إحنا وكلنا. العلاج موجود هناك في المصحف في سورة الإنسان، مش في الفيديو بس. بإذن الله نكمل في حلقة جديدة وعلاجنا صورة.